يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي قوي من الرواية اللي فاتت. جاية النهاردة وجايبة لكم معايا رواية جديدة، رواية حلوة وقوية جدا هتعجبكم قوي. لكن قبل ما نبدأ رواية النهاردة يا ريت ما تنسوش تشجعوني باللايكات الكتير علشان تشجعوني أنزل قصص باستمرار. وعايزة أقول لكم إن رواية النهاردة جامدة جدا، من العيار التقيل، بقلم الكاتبة المبدعة راضية فرج الله. يلا بينا نبدأ روايتنا، لكن قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي وتفجروا زر اللايك. في سرايا العمدة كان في 5 شباب قاعدين بضيق من كلام العمدة يكون أبوهم. وقال واحد من الشباب اللي اسمه وسيم: بس يا ابوي انت عارف انني متجوز، انت نسيت ولا ايه؟ وكمان دول أعدائنا. رضوان قال: وانتوا هتمشوا كلامكم عليا ياك؟ أني قلت كلمة ومش هتراجع فيها تاني. هتتجوزوا من بنات الدهشان، يعني هتتجوزوهم، أو ما فيش كلمة تانية هتتقال بعد كلمتي. وباسل مش هيتجوز لأنهم ما عندهمش بنت 5، هم 4 بنات بس. رد وسيم: خلاص خلي باسل يتجوز لأني أنا متجوز. رد رضوان بسخرية: هو انت تعرف هي وين أصلا؟ واني قلت اللي عندي، باسل مش هيتجوز وانتوا اللي هتتجوزوا. وقال سليمان: مش لما يوافقوا الأول؟ رد رضوان: لا، ما انا كلمت أبو البنات وهو وافق، ما تجلجوش انتوا. وسابهم ومشي. وسيم عنده 30 سنة، أكبر واحد في اخواته، عصبي جدا لكن محترم قوي. ونروح لسليمان، وده أصغر من وسيم بسنة، شاب خلوق جدا وطيب بس ما يقلش عصبية عن وسيم. جاد وبيجاد أصغر منهم، دول يكونوا توأم، واللي بيفرقهم عن بعض لون العين. جاد عيونه خضرة وبيجاد زرقاء، بيحبوا الهزار لكن عصبيتهم ممكن تولع في بيت كامل. عندهم 28 سنة. باسل، وده بقى يكون آخر العنقود، 27 سنة، شاب كده طايش بمعنى الكلمة، ولكن وقت الجد بيكون جد جدا لأنه شجاع وقوي وجريء. في بيت بسيط كان فيه 4 بنات واقفين بيعيطوا بسبب صوت أبوهم العالي، وده عبد الجواد. أني قلت كلمة، عايزين تصغروني إياك؟ مش كفاية أمكم اتوفت وسابتكم ليا؟ الله يكحمها مطرح ما راحت، ما جابتش ولا حتى ولد واحد. قالت بتول الأخت الكبيرة بعياط: الله يرحمها، أمي سابتنا لواحد ظالم زيك. رد عبد الجواد: بقى أنا ظالم؟ وضربها بالقلم من قوته. وقعت بتول على الأرض، أخواتها جريوا عليها. فقامت نورسين: انت مش مكفيك اللي عملته؟ روح بقى لمراتك اللي مخلفالك ولاد. الصايعين الضايعين، اتفوا على دي تربية، جاتكم القرف. وكان لسه هيضربها، بس قبل ما يمد ايده وتنزل على وشها كانت بتول ماسكة ايده جامد جدا وبكل قوة. لو فكرت تمد ايدك على واحدة من اخواتي المرة الجاية هقطعها لك، انت فاهم؟ وسحب ايده جامد وقال: انت ازاي تكلم ابوكي كده؟ ردت بيان وقالت: ما تنساش نفسك، انت مش ابونا، انت جوز امنا. مفيش اب بيأذي بناته كده، انا ما يشرفنيش اصلا انك تبقى ابويا. قالت ماريا: هيطلع بره، احنا مش عايزين نشوف وشك هنا تاني، فاهم؟ عبد الجواد قال: راجع، اكيد راجع. وضحك بشر وسابهم ومشي. بتول الأخت الكبيرة عندها 21 سنة، طيبة قوي وعلى نيتها. نورسين عندها 20 سنة، غلبانة ولسانها طويل لكنها طيبة قوي وما بترضاش أبدا بالظلم. لون شعرها بني وجميلة جدا. بيان عندها 19 سنة، بنوتة جميلة وهادية، وكل اخواتها واخدين الجمال وراثة عن مامتهم. أما ماريا عندها 18 سنة، طيبة وهادية وكيوت وقوية ومش بتسكت أبدا على حقها. في بيت تاني أقل ما يقال عنه إنه بسيط وتهالك، كانت بنوتة جميلة قوي اسمها منيسة، بتنظف البيت وبتعلق على الأكل. دخلت لمامتها غرفتها وقالت: عايزة حاجة يا ماما؟ مامتها بتعب: أنا مش عايزة غير إنك تكوني مبسوطة يا بنتي. أنا هبقى مبسوطة،
طول ما انتي مبسوطة ربنا يخليكي ليا. انتي اللي ربنا يخليكي ليا يا أمي، ويخليكي ليا يا بنتي. دايما تعباكي معايا يا منيسة يا بنتي، ربنا يصلح حالي. أنا هقوم بقى يا ماما علشان أجيبلك الغدا، مامتها بتعب. ما تتعبيش نفسك يا بنتي، أنا مش جعانة دلوقتي، انتي بس ارتاحي. لا، ولا تعب ولا حاجة، تعبك راحة يا ست الكل انتي. في مكان تاني عند باسل، كان مع أصحابه. واحد من أصحابه قال له: بقول لك إيه يا باسل، هروح أنا وحاتم هنجيب حاجة ونيجي. رد باسل: أنا هاجي معاكم. حاتم بتوتر: ها؟ لا 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 لا، إحنا هنروح لوحدنا، ما تتعبش نفسك أنت بس، إحنا هنيجي على طول، ما تخافش مش هنتأخر. باسل باستغراب: براحتكم يا عم، ما تتأخروش، أنا مستنيكم هنا. ومشيوا وسابوه، لكنه كان مستغرب جدا، يا ترى هيروحوا فين ويسيبوه لوحده؟ سيد: احنا لازم ندمره. رد حاتم: انا عارف هنعمل ايه يا سيد. ها، هنعمل ايه؟ بقول لك ايه، خليها بعدين. قال ابن العمدة قال: ده انا هخليه يبكي بدل الدموع دم. يا انا يا هو، متكبر ومغرور، مش عارف شايف نفسه على ايه. طب ما تقول بقى هنعمل ايه؟ حاتم قال: الخطة على رواق، تكمل بعلبتين سجاير. اصبر بس، خليني اخطط وننفذ انا وانت. ورجعوا لباسل تاني، لكنه كان مستغرب لان ما كانش فيه في ايديهم غير علبة سجاير بس. باسل قال: انتوا ماشيين المسافة دي كلها عشان علبة سجاير؟ سعيد بضيق بس ما بينش ده: ها اتفضل واحدة. حاتم قال: لا مش بحبها، وبعدين دي مضرة، وانتوا عارفين اصلا ان ماليش في الكلام الفاضي بتاعكم ده. رد عليه حاتم وقال: لا يا عم، دي جامدة، خد بس واحدة. يا ابني مش هتخسر حاجة، دي هتعجبك وهتعمل لك دماغ عالية قوي. انا قلت لا، انا مضمنش نفسي، لو شربتها اول مرة ممكن اعمل ايه؟ سيد قال له: ما تكسفناش منك بقى. وفعلا اخد منه. حاتم وسيد كانوا فرحانين لان خطتهم ابتدت تكمل بنجاح. عند وسيم في غرفته كانت سهام مراته بتتخانق معاه أول ما عرفت إن المفروض يتجوز عليها. إزاي يعني تتجوز عليا؟ أنت إزاي هتسمع كلام العجوز ده؟ وقبل ما تكمل كلامها نزل على وشها بالقلم واتعصب وقال: أنت شكلك كده اتجننتي، دي آخرة احترامي ليكي، وأني موافق وهتجوزها، هشوف هتعملي إيه، أنا حر وحاجة اتجوز 4 كمان. وبعدين سابها وخرج. سهام كانت خايفة ومرتبكة جدا، واتصلت على مامتها: أيوة يا ماما الحقيني، وسيم هيتجوز عليا، قولي لي بقى أعمل إيه أنا دلوقتي؟ ده لو عرف أصلا اللي فيها ده هيطلقني. أعمل إيه قوليلي؟ أنا خايفة أوي يكتشف اللعبة اللي كنت بعملها عليه طول الفترة دي. ردت سميرة: انتي بتقولي إيه؟ كل اللي عملناه ده هيروح هدر؟ لا، سلام دلوقتي، هبقى أكلمك لما ألاقي حل. طيب ماشي، بس ما تطوليش عليا وردي عليا بسرعة علشان أنا هموت من الرعب. ذنبي في رقبتك بقى، لازم تشوفي لي حل في أسرع وقت. في غرفة رضوان الحاجة بخيتة: إيه؟ أنت عايز تجوز ولادي لبنات اللي كان السبب في موت أخويا؟ لا طبعا. رد رضوان: البنات ملهمش ذنب، ملهمش ذنب في كل اللي حصل، وملهمش ذنب في اللي عمله أبوهم، ملهمش حد، وقاعدين في البيت بين 4 حيطان لوحديهم. ردت بخيتة: واني مالي ومال ولادي بالحوار ده؟ لا، مستحيل اوافق. اهدي على نفسك شوية يا حاجة، هو في ايه؟ واني قلت اللي عندي، انت سامعة؟ اطفي النور ده خلينا نام قبل ما اروح المجلس. عند جاد كان متعصب وقاعد جنب النيل، كان كل ما يفتكر كلام الحاج رضوان يتعصب كمان وكمان، لأنه ما بيحبش أبدا جواز الغصب. وشاف بنت بتعيط، استغرب جدا وقرب منها: انتي مين؟ واسمك ايه؟ وبتعيطي ليه؟ وقاعدة لوحدك ليه في الوقت المتأخر ده؟ ردت بيان: انت مين؟ ابعد عني، ما تقربش، انت فاهم؟ وبعدين انت مالك، اعيط ولا معيطش؟ رد جاد: انتي مجنونة، انتي ازاي تكلميني كده؟ انتي مش عارفة اني مين؟ بيان جابت طوبة وحدفت الطوب
وجت في دماغ جاد. يا بنت المجانين. بص على ايده وشاف دم وطلع منديل ومسح الدم. جريت على بيتها وهي بتنهج، كانت خايفة جدا من اللي هي عملته فيه. بتول: في ايه يا بنتي مالك؟ انتي بتجري كده ليه؟ وبتنهجي جامد قوي، بتجري من مين؟ ردت بيان: اصل انا ضربت واحد بالطوب عند النيل. ردت بتول: انتي ازاي تعملي كده؟ لو حد شافك كان هيقول علينا ايه؟ انا علمتك كده برضو. وبعدين قوليلي، هو كان عايز منك ايه؟ مش عارفة، بس كان بيسألني مالك لاني كنت بعيط، وهو سامج قوي بصراحة، علشان كده حدفته بالطوبة. وانتي طبعا كبرتي الموضوع. مفيش طلوع عليكي تاني لما تعرفي انك غلطانة وان اللي عملتيه ده ما كانش صح ابدا. كنتي تسيبيه وتمشي، لكن ازاي؟ بيان بصت على الارض وبتول مشيت وسابتها. اما بجد فكان متوعد للي هتبقى مراته: انا هكرهك في عيشتك، صدقيني هخليكي تتمني الموت، ما تطوليش، هوريكي مين هو بجاد رضوان يا بنت الجاتل. اما عند بتول، ماريا اتأخرت ليه بس؟ انا خايفة قوي. ردت نورسين: اكيد خير، ما تقلقيش، انت عارفة كويس المهبولة دي اكيد في السوبر ماركت. ازاي بس؟ قلبي وجعني عليها قوي، دي اول مرة تتأخر كده، خايفة قوي يا نورسين. ردت بيان: طب اروح ادور عليها، هشوفها في السوبر ماركت اللي جنبنا. اسكتي انت، اسكتي خالص، انا لحد دلوقتي مصدومة منك. بيان جريت عليها وحضنتها. يوه، خلاص بقى ما تزعليش مني. طب انا اسفة، ما تزعليش ها، اوعدك مش هعمل كده تاني. بتول حضنتها. خلاص مش زعلانة منك، بس مش معنى كده هخليكي تخرجي تاني، فاهمة؟ المهم انك مش متضايقة مني، واوعدك اني هسمع الكلام وهبقى مؤدبة ومش هحدف حد بالطوب تاني. ماريا كانت بتشتري حاجات. بجد قلبه اتخطف لما بص عليها، كانت بتشتري لولي بوب كتير. استغرب من كمية الكياتة اللي هي فيها. خلصت حاجتها وفتحت لولي بوب وفضلت تاكل فيها زي الأطفال. ماريا قالت له: انت بتبصلي كده ليه؟ هو في حاجة؟ وبعدين بص على قدك يا اللي الزمن هدك. اما بجد: هو اني كلمتك؟ وبعدين بصي على طولك يا اللي الزمن جسرهولك، ده انت فطور رجلي. بقى انا فطور رجلك ليه؟ هو انت عمى ولا ايه؟ وبعدين ايه البتاع اللي على وشك ده؟ ايه، خايف من الناموس؟ رد بجد: ما انت قدامي. شفتيني خفت منك اياك. ردت عليه باندهاش وقالت: انا ناموسة؟ أني ما قلتش كده، انت اللي قلتي على نفسك. وصوتهم عالي والناس بدأت تتجمع حواليهم. ماريا لما شافت الناس اتجمعت حواليهم فضلت تصرخ. ماريا بشهقات متصنعة: الحقوني، عايز يموت ابنه اللي في بطني، بيقولي لو ما نزلتهوش هطلقك. بجد اتصدم. اخرسي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت حتى ما تعرفيش شكلي. ماريا همست له: اشرب بقى يا حلو، طلبتها ونلتها، واستحمل الفضايح. واحدة من الموجودين: لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده بس يا ابني؟ حرام عليك. ابتسم بشر وشدها لحضنه. ماريا اتخضت وحاولت تبعد بس ما عرفتش من قوة جسمه. بجد معلش يا جماعة، مراتي عندها تخلف، بيجيها حالات عصبية كده كل فترة، والدكتور قال إنها لازم تنزل الطفل اللي في بطنها لأنه خطر عليها وعلى الطفل، لأنه ممكن يجي زيها أو أكتر منيها كمان. وفي واحد قال: خايف على مرتي اللي بحبها يا عالم، حسوا بيا يحس بيكم ربنا، دي متخلفة عقليا. في واحد قال: أنا أعرف دكتور كويس للأمراض العقلية وممكن تاخد رقمه. الرد بجد: أني متابع مع دكتور، شكرا، بس أني مش طالب غير دعواتكم علشان مرتي المتخلفة تقوم بالسلامة ويمكن تعجل. وفعلا الناس مشيت. بصلها بنظرة كلها انتصار وضحك جدا جدا من تحت الوشاح. بصلها وقال وهي لسه في حضنه: أني لو جلعت الوشاح ما كانش حد جرب مني أصلا. ردت ماريا: ليه؟ تكونش ابن العمدة؟
وبعدين ابعد عني كده. بص لها بابتسامة وسابها ومشي. أما ماريا، ايه المجنون ده؟ يا لهوي أوف. المتخلفة قال والله انت اللي متخلف. يا لهوي بتول، دي هتشعلقني من رجلي في النجفة. جريت على البيت، وأول ما دخلت لقيت اللي بتمسكها من هدومها. يا عيوني، حرام عليكي يا مفترية، سيبيني. هو انت ما عندكيش اخوات بنات ولا ايه؟ سيبيني ابوس ايدك. بتول قالت على غرفتك، واوعي تخرجي منها. هو الا انت عارفة انا هعمل فيكي ايه كويس قوي. غوري من وشي دلوقتي. طيب استني هفهمك والله يا بتول. مش عايزة افهم حاجة. سمعتي انا قلت ايه؟ يلا. وكانت لسه هتحكي لها اللي حصل، بس سكتت لانها لو عرفت هتزيد عليها العقاب. علشان كده اختارت انها تسكت وتدخل اوضتها من سكات بدون ما تحكي في اي تفاصيل. ونروح عند سهام. مامتها رنت عليها. انا عرفت هنعمل ايه. طب يلا يا ماما قوليلي بسرعة. انا هتجنن ومش عارفة اتصرف ازاي وخايفة قوي. بصي بقى، انت هتعملي نفسك موافقة على الجواز وانك بتحبي جوزك وبتخافي عليه. انت اللي هتطلبي منه انه يتجوز، وكده يبقى عدانا العيب. ازاي يعني يا ماما؟ ازاي وهو هيتجوزها؟ يعني هيقرب منها، وبكده كل حاجة هتبوظ، والخطة اللي بعملها طول الفترة اللي فاتت دي هتتكشف. انت غبية يا بت، فتحي مخك معايا كده. انت هتحطي لها زي ما بتحطي لجوزك، وبكده نبقى أكدنا الموضوع يا عبيطة. اوعي تغلطي، هنروح في داهية. ونروح عند باسل، وفضل يشرب لحد ما بقى مش شايف قدامه. حاتم وسيد فضلوا يضحكوا عليه وعلى نجاح جزء من خطتهم، وسابوه ومشوا. نروح عند منيسة، كانت بتعيط. ماما أنا هروح أجيب لك العلاج، أرجوكي استحملي شوية. وخرجت من غير ما تسمع أي كلام من مامتها، وراحت الصيدلية اللي جنبهم، بس ما لقيتش الدواء. ما حسيتش بنفسها غير وهي في مكان ما تعرفش حد فيه. أنا فين؟ هو أنا تهت ولا إيه؟ وفضلت تعيط من الخوف لأنها تهت ومش عارفة ترجع بيتها تاني إزاي، ولازم تجيب العلاج لمامتها. ووقف قدامها باسل. يا حلوة، مش لاجي يا ماما ولا إيه؟ لو سمحت أرجوك ابعد عني. كان لسه هيحضنها، لكن هي صرخت بأعلى صوت. كتم بقها ومسك إيديها ودخلها العربية غصب عنها، وعرف يستغل الموقف. لا أرجوك، ماما تعبانة قوي، سيبني لو سمحت. ما ردش عليها واتجه على بيت المزرعة بتاعهم. نزلها وهي سحبت إيديها منه، وفضلت تجري وجري وراها ومسكها باسل. كانت فاكرة إنها هربت منه، لكن فجأة لقيته قصادها بكل جبروت. انت رايحة فين بس؟ أنا لسه ما عملتش حاجة. منيسة قالت ابعد عني بقولك، حرام عليك، ماما تعبانة ولازم اجيب لها العلاج دلوقتي، ارجوك سيبني. وشالها وفضلت تعيط وضربته في ظهره. نزلني. ما تهدي بقى. زق باب المزرعة برجله ودخل ونزلها وقفل الباب جامد. وريني بقى هتخرجي من هنا ازاي. دخلت المطبخ ومسكت سكينة، وكانت بتدعي القوة. كانت ماسكة السكينة وهي بتترعش وهتقع من ايديها، بس كانت بتحاول تتمالك أعصابها. وبعدين قالت لو قربت مني هخلص عليك، انت فاهم؟ هو فجأة منيسة صرخت برعب بعد اللي حصل لها. اللي حصل لها غير متوقع تماما. ولحد هنا تكون نهاية حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. استنونا في الحلقة القادمة، فيها أحداث وتطورات غير متوقعة، والشباب كلهم لما يتقابلوا مع بعض ويتجوزوا هيحصل بينهم مشاكسات وحاجات كتير جدا انتوا ما تتخيلوهاش. بجد الرواية دي حلوة ورومانسية، من أجمل وأروع الروايات اللي ممكن تشوفوها. انتظروني في الحلقة القادمة، هي عبارة عن حلقتين بس، متأكدة ان انتوا هتحبوها جدا. وهستنى آرائكم وتعليقاتكم في الكومنت وكلامكم الجميل اللي دايما بيسعدني. وكمان ما تنسوش تشيروا الرواية على الفيسبوك ومع كل أصدقائكم، وما تنسوش تفجروا زر اللايك، لأن اللايك بيساعد غيركم إن يشوف الرواية وإنها تنتشر كمان وكمان، يعني بتساعدوني وتشجعوني.
ألقاكم في الحلقة القادمة. مع السلامة يا أجمل إخوات في الدنيا.